في سنة 1572 الساحرة الشريرة مالكن كانت محبوسة فوق جبل عالي بسبب غريغوري، وده واحد من المحاربين اللي بيحموا العالم من الكائنات الشريرة. بعد سنين طويلة ظهر قمر الدم الكامل، وده خلى مالكن تستعيد قوتها من تاني، وقدرت تتحول لوحش طاير وهربت من الزنزانة عشان تبقى حرة. وفي نفس الوقت غريغوري كان قاعد بيشرب في خمارة لحد ما جاله مساعده ويليام عشان يقوله إن في بنت مصابة في الكنيسة. غريغوري كان عايز يرتاح، بس في راجل هناك لامه إنه مش بيساعد، فغريغوري ضربه بالمج اللي في إيده ووقعه على الأرض ودلق عليه الخمرة. بعد كده غريغوري وويليام جهزوا نفسهم بالسلاح وراحوا الكنيسة، وهناك لقيوا طفلة ملبوسة ومتسلسلة في عمود. البنت استخدمت قوتها وحدفت صليب عليهم، بس غريغوري مسكه بسهولة. الأب أكد إن حالتها كده من ليلة مبارح، وفجأة البنت نطقت بصوت شيطاني وقالت لغريغوري إن مالكن هربت. غريغوري فهم إن الساحرة هي اللي لابساها، فحط كيس بودرة سحرية على رقبتها، وده خلى الطاقة السوداء تخرج من جسمها، ورجعت طفلة طبيعية تاني، وأهلها خدوها ومشيوا. بعد ما الطاقة السوداء خرجت اتجمعت واتشكلت مالكن اللي بدأت تسخر من غريغوري وحاولت تغوي ويليام بس معرفتش. غريغوري ادى إشارة لويليام عشان يحدف فاس على الحبل اللي في السقف عشان يوقع الجرس عليها، بس مالكن هربت منه وتحولت لوحش وشرطت صدر غريغوري بمخالبها وجيت تهرب بعيد. ويليام ضربها بسهم وحدف عليها شبكة فضة. مالكن طارت من الباب وسحبت ويليام معاها لحد ما خبط وشه في الحيطة، بس هو ما سابش الشبكة وفضل ماسك فيها لحد ما غريغوري وصل وساعده، والفضة اللي في الشبكة ضعفت مالكن وخلتها ترجع لشكلها البشري وتقع. حبسوها في قفص، بس وهو غريغوري بيقفله مالكن سحبت ويليام جواه معاها وخنقته وبدأت تملاه بالظلام لحد ما مات. غريغوري ولع في القفص كله عشان ينتقم، بس للأسف مالكن تحولت لوحش من تاني وكسرت القفص وهربت. في غابة قريبة بنشوف توم وهو بيحاول يصطاد، بس أخته طيارة الحيوانات لما فكرته بشغل المزرعة. توم ما كانش صياد شاطر، بس كان بيحاول عشان نفسه في حياة أحسن من تأكيل الخنازير. فجأة توم بدأ يترعش وجات له رؤى بتظهر غريغوري وست غامضة، وبما إن الرؤى دي بتجيله كتير أمه ما تأخرتش إنها تهديه وتواسيه. بعد لحظات غريغوري وصل المزرعة، وفورا الأم خبت السلسلة بتاعتها. غريغوري شرح إنه بيدور على الابن السابع للابن السابع وطلب ياكل. توم اعترف إنه هو اللي بيدور عليه، فغريغوري عرض على الأهل فلوس عشان ياخد توم معاه. الأم شافت إن الموضوع خطر جدا، بس توم وافق لأنه عارف غريغوري من الرؤى اللي بتجيله. وقبل ما يمشوا الأم ادت توم السلسلة بتاعتها وقالت له يلبسها طول الوقت. في نفس الوقت مالكن رجعت للمخبأ بتاعها ولقيت أختها ليزي محروقة جدا. مالكن عالجتها فورا، وبعديها استخدمت سحرها عشان تصلح المكان بسرعة. بعد رحلة طويلة في المركب توم وغريغوري وصلوا للمدينة. غريغوري ادى توم فلوس وقال له يشتري مستلزمات وهو هيروح الخمارة. وهو توم بيتفرج لقي أهل المدينة ماسكين ست اسمها أليس وعايزين يحرقوها لأنهم فاكرينها ساحرة. توم عرفها لأنها هي البنت اللي شافها في الرؤى، فجري عليها عشان ينقذها. قال للناس إنه مساعد غريغوري وهو اللي هيقضي على الساحرة، فسابوه ياخدوها. لما وصلوا لمكان هادي توم قطع الحبال، وأليس حذرته إن مساعدين غريغوري دايما بيتقتلوا، وقبل ما تمشي طلبت منه ما يقولش لغريغوري عنها. في الليل أليس راحت للمخبأ الشرير واتكشف إنها بنت ليزي. مالكن كانت مبسوطة إن أليس بتتجسس على غريغوري، وأعلنت إنهم لازم يجمعوا كل الكائنات السوداء في الأرض عشان يستنوا قمر الدم الكامل. بالنسبة لتوم كان بيعدي الغابة مع غريغوري وفضل يتفزع من الأشباح المرعبة. غريغوري شرح له إن محاربي السحر مش بيقتلوا غير الوحوش العدمانية، وإنهم لازم يقضوا على مالكن قريب. توم بدأ يترعش وجات له رؤية لمالكن وهي بتهرب من القفص، وبعديها أغمي عليه ومصحيش هير. في الصبح لقي نفسه هو وغريغوري على مركب مع عملاق اسمه تاسك. بعد شوية وصلوا للبر وراحوا بيت غريغوري اللي كان مليان أسلحة وكتب واختراعات متطورة. توم لقي لوحة بتظهر الصقور، ودول نقابة من الفرسان النبلاء اللي حاربوا قوى الظلام ودربوا كل الأبناء السابعين. زمان كان في آلاف منهم، بس دلوقتي غريغوري هو اللي فاضل لوحده. فترة التدريب في العادي بتقعد 10 سنين، بس غريغوري قال له إنه قدامه أسبوع واحد بس عشان يدربه، لأنهم لازم يوقفوا مالكن قبل قمر الدم. الحدث ده بيحصل مرة كل قرن، وآخر مرة خلى الساحرات أقوياء جدا لدرجة إنهم بدأوا حرب. وفي الليلة دي توم صحي على صوت غريغوري وهو بيطلب المساعدة.
راح يشوف فيه ايه ولقي بذلة درع جواها هيكل عظمي، بس ملقيش حاجة تانية. وأول ما توم لف عشان يمشي الدرع نور وفجأة بدأ يتحرك. توم طلع يجري والدرع وراه بيكسر أي باب يجي في طريقه، وحدف عليه رمح بس توم فداه وتسلق بعض الآلات عشان يوصل لمكان عالي. الدرع استخدم سلسلة عشان يطلع وراه وبدأ يهاجمه بالسيف ويكسر كل اللي حواليه لأن توم كان بيهرب من ضرباته. بعديها الدرع حدف توم من على المنصة ونط وراه عشان يمسكه، بس قبل ما يقتله جريجوري نزل وقدر يجرده من سلاحه. باستخدام العصاية بتاعته جريجوري سيطر بسرعة على الدرع وفضل يضرب فيه لحد ما قضى على الظلام اللي جواه. بعد اللي حصل جريجوري هزق توم لأنه كان المفروض يفضل في أوضته، وكده يبقى فشل في أول اختبار له. بعديها جريجوري حدف العصاية لتوم وهجم عليه بالسيف وهو بيسخر منه وبيغلط في أهله. توم ما كانش لسه محارب شاطر، وجريجوري حصره بسرعة بالسيف على رقبته وقال له إنه ملوش لازمة. توم اتنرفز وحدف سيف جه جنب راس جريجوري بالظبط، وده خلى جريجوري يقتنع إنه يكمل تدريبه. جريجوري بدأ يعلم توم كل حاجة عن أتباع مالكن الشياطين والقادة بتوعها الأقوياء. كمان توم أخد دروس في رمي السكاكين وعرف إيه هي المعادن والأعشاب اللي بتأذي كائنات الظلام، وإزاي يميز كل نوع من الوحوش ويحمي نفسه من التعاويذ. وفي المخبأ الشرير كان قادة مالكن بيوصلوا ومعاهم جيش كبير من الأتباع الشياطين. أول ما واحد من الأتباع بص لمالكن قتلته فورا عشان قلة ذوقه. الموقف ده خلى أليس تفهم إن مالكن مش بيهمها حد حتى لو من شعبها، وحاولت تحذر أمها، بس ليزي طمنتها إن مالكن مش هتأذي أهلها. وفي الليلة دي توم صحي تاني على صوت دوشة ولقي أليس بتستحمى في البحيرة. طلبت منه يديلها ظهره، وقبل ما تطلع استخدمت سحرها عشان تلبس هدومها بسرعة وتخبي سرها. بس لما توم لف ومسك إيدها حصلت شرارة منورة، وما كانش قدام أليس غير إنها تعترف. قالت له إنها ساحرة، وبيتقال إنه لو ساحرة لمست راجل تحت ضوء القمر وحصلت شرارة يبقى هو ده حبها الحقيقي. أليس وضحت كمان إن مش كل الساحرات أشرار زي ما جريجوري بيقول، واعترفت إنها كانت بتتجسس عليهم. كانوا خلاص هيبوسوا بعض، بس دوشة تاسك وهو بيحلم بكابوس قطعت لهم اللحظة. وأول ما توم لف يطمن عليه أليس اختفت. في الصبح المجموعة سمعوا أجراس المدينة بترن، وده معناه إنهم بيستدعوا محاربين السحر. في اللحظة دي ظهرت مجموعة من الفرسان عشان ياخدوهم للمدينة، والرحلة دي خدت يومين. ولما وصلوا حكالهم كاهب عن وحش مرعب مفيش راجل يقدر يقرب منه. الوحش كان جوه قفص وشكله زي الدب، بس جريجوري عرفوا فورا إنه أوراج، وده أكثر قادة مالكن تعطشا للدماء. مشى كل العساكر وأمن الأبواب كويس، وأعلن إنه هيحايب الوحش لوحده. أوراج كسر القفص وحاول يهجم على جريجوري اللي حدف عليه بودرة فضة عشان يجبره يرجع لشكله البشري، وبدأت خناقة بالإيد بينهم والاتنين بينوا مهارة مذهلة. ولما أوراج حاصر جريجوري عند البوابة توم حدف حاجة على راس أوراج خلته يسيب معلمه. بعديها أوراج بدأ يضرب توم، فجريجوري فاجئه من ظهره عشان يكملوا المعركة. المرة دي جريجوري كانت ليه السيطرة، فأوراج اتسلق الحيطان عشان يهرب. جريجوري خلى توم ينط فوق قفص عشان يستخدمه كطعم. بعديها توم نط من عليه وجريجوري قطع الحبل، فالقفص وقع على أوراج وفعسه في الأرض. بعد كده جريجوري حاول يخنق أوراج بسلسلة، بس أوراج تحول لدب من تاني. توم حدف بودرة فضة زيادة عشان يبطل مفعول التعويذة، وبعديها اشتغلوا هما الاتنين مع بعض عشان يزقوا أوراج جوه القفص ويربطوه بالسلاسل. دلوقتي الفرسان يقدروا يدلقوا زيت في الأوضة، وجريجوري طلب من توم إنه يولع النار عشان يقضي على أوراج للأبد، بس توم ما قدرش يقتل بني آدم، وعشان كده جريجوري اضطر يعمل كده بنفسه. بعد ما أوراج مات محروق جريجوري قال لتوم إنه ملوش لازمة لو مش هيقدر يقتل الساحرات، واتفصلوا عن بعض. كل ده شافته أليس وقابلت توم في مكان خاص. قالت له إنها دورت في الموضوع بتاع الشرارة دي، وشرحت إنها ساعات بتعني مصير مشترك وساعات تانية بتبقى مجرد شوية تراب. أليس كمان كشفت إن جريجوري كان بيحب ساحرة زمان. فجأة توم بسها والاتنين قضوا الليلة مع بعض. توم كان عايز يهرب مع أليس وياخدها المكان آمن، بس هي قالت إن مفيش مكان كده. الكلام ده خلى توم تجيله رؤية بتظهر العالم وهو مظلم ومالكن وهي بتقتل جريجوري. توم قلق وقرر يرجع لمعلمه وباس أليس بوسة الوداع. في نفس الوقت مالكن قابلت باقي القادة بتوعها واللي بلغوها بموت أوراج. مالكن أمرت ليزي إنها تجيب لها جريجوري، فليزي تحولت لطير وطارت بعيد. تاني يوم في الصبح توم لقي جريجوري، واللي اعترف إنه كان بيحب مالكن. قال إنها ما كانتش طول عمرها شريرة، بس الخوف والكره غيروها، ولما عرفت إن جريجوري اتجوز واحدة تانية قتلت مراته بسبب الغيرة.
جريجوري مسك مالكن بسرعة بس ما قدرش يقتلها، فحبسها بدل ما يموتها. هو دلوقتي ندمان انه رحمها لانها رجعت العالم تاني. جريجوري فرج توم على قبر مراته وفهمه انه شديد معاه عشان مش عايزه يكرر نفس غلطته. الاتنين كملوا سفر بس وقفوا العربية لما ظهر تاسك عشان يحذرهم. فجأة الارض بدأت تترعش وتتكسر والخيل جريت من الخوف. في وحش اسمه بوجارت هجم عليهم وقلب العربية ورمى الابطال على الارض. جريجوري قال ان البوجارت ملوش حل في المواجهة وطلب من الكل يهرب. الوحش حدف العربية عليهم فوقعوا واتدحرجوا من على التل. تاسك زعق في الوحش فالبوجارت فبت لحظة، بعديها طير العملاق بألم على وشه. جريجوري وتوم دخلوا نفق في الجبل بس لقيوا نفسهم محشورين على حافة منحدر. البوجارت كان بيمد ايده جوه النفق عشان يوصل لهم فقرروا ينطوا في النهر. كان في صياد على معدية خشب ساعدهم وجريجوري افتكر انهم كده بقيوا في امان، بس البوجارت نط في المية وراهم وخلى الكل يقع من على المعدية. الوحش مسك توم بسرعة بس توم غز ايده بالسكينة عشان يجبره يسيبه. بعديها توم اتسلق جسم الوحش وغزه في ظهره. البوجارد ما قدرش يعوم من كتر الألم والطيار سحبه هو وتوم لحد ما وقعوا من شلال. الوحش خبط في صخرة ومات بس توم نزل في المية وقدر يعوم للشط. في اللحظة دي ليزي لقيته وحذرته يبعد عن أليس وهددته بالسلاح. توم مسك النصل وفي نفس الوقت السلسلة بتاعته اشتغلت وطلعت سحر جرد الساحرة من سلاحها. ليزي عرفت الحجر وقالت انه ملك مالكن وتحولت لطير وطارت عشان تحذرها. بعد دقايق توم اتقابل مع جريجوري اللي شاف السلسلة وعرف انه حجر الأمبران وده أقدس تميمة عند الساحرات. الحجر ده بيزود قوتهم وبيخلي أوهامهم تبان حقيقة، وبما انه كان مع توم فده معناه انها الساحرة اللي سرقت الحجر من مالكن، وده بيفسر الرؤى اللي بتيجي لتوم. في المخبأ مالكن بتحاول تقنع أليس ان توم شرير زي جريجوري بس أليس حلفت انه مش كده. مالكن عرضت عليها اتفاق لو أليس جابت الحجر من توم مش هتقتله. بعديها مالكن استخدمت سحرها عشان تشحن قوة القادة بتوعها وبعتتهم يهاجموا المدينة. بوابات المدينة الأمامية انفجرت والقادة نزلوا وبدأوا يقتلوا في الناس في كل حتة. واحد منهم تحول لوحش ضخم في حين ان واحد تاني كان بيستخدم أذرع كتيرة عشان يحارب بالسيوف. توم سابت بنتها مع صاحبتها واستخدمت قوتها وحدفت مذرار أو شوكة على واحد من القادة ثبتته في عمود. بعديها خدت العصاية بتاعته وقتلته بيها. مالكن كانت قريبة بتقتل في الفرسان وحست بالسحر توم حاولت تهاجم الأول بس مالكن مسكتها بديلها وحرقتها لحد ما ماتت. في الجبال أليس استنت توم يبقى لوحده وقربت منه وبعد ما باسته طلبت منه يهربوا سوا وتوم اعترف انه بيحبها. الكلام انقطع لما جريجوري ظهر ومسك أليس بحبال متعلق فيها كرات أو بولس. هو صمم انها جاسوسة بس توم ما صدقوش وقطع الحبل عشان يهربها. جريجوري اتنرفز ومسك توم وفرجه ان الحجر مش موجود وده معناه ان أليس باسته بس عشان تسرقه. توم جري في الغابة يدور عليها بس اتحاصر من القائد رادو وأتباعه. مهما حارب توم بقوة كان عددهم كتير فجريجوري وتاسك انضموا للمعركة هم كمان. بعد ما وقعوا عدد كبير من الأتباع مجموعة توم حاولوا يهربوا بس لقيوا الطريق مسدود بمنحدر. مجموعة من الأتباع ظهروا ومعاهم جذع شجرة وزقوا تاسك من على الحافة. بعديها مسكوا توم بحبل حوالين رجله وهم بيشدوه لتحت المنحدر. جريجوري مد العصاية بتاعته عشان يساعده يطلع. للأسف توم اتزحلق ووقع هو كمان. رادو استغل التشتيت ده وحدف سلسلة على جريجوري وسحبه جوه شبكة. القائد كان عايز يقتل جريجوري بس عنده أوامر يسلمه حي. في الوقت ده توم طلع لسه عايش بعد الوقعة وشاف رؤية لموت أمه. طيف أمه ظهر جنبه وقالت له يملأ قلبه شجاعة لأنه الوحيد اللي يقدر يستخدم الحجر ويوقف ماركن. توم استعد للقتال ولقي عصاية جريجوري وساعة تاسك اللي كان لسه متعلق على الحافة. في الليل في المخبأ رادو استخدم نصل سكينة عشان يقطع حبال جريجوري وكلته برجله بره القفص عشان يبعته لمالكن. رادو بلغ الساحرات ان توم مات لما وقع وليزي قالت لبنتها ان ده كان لمصلحتها بس أليس فضلت غضبانة ومحبطة. وباستخدام الحجر مالكن حاولت تنوم جريجوري مغناطيسيا عشان ينضم ليها.
قرب منها، بس قبل ما يبوسوا بعض أليس مدت ايدها بينهم وسرقت السلسلة. جريت وهربت من الحراس والتعويذة اتفكت، فجريجوري صرخ برعب. مالكن مسكته بديلها وحدفته على مبنى، وبعديها تحولت لوحش وطارت ورا أليس. ليزي ترجتها ما تقتلهاش، بس مالكن طنشتها، فليزي تحولت هي كمان عشان تلحقهم. لما مالكن جيت تهجم على أليس، ليزي مسكت جناحها ونزلتها الأرض، فالاتنين خبطوا في الأعمدة. واحد من الأعمدة بدأ يقع، فأليس اتدحرجت عشان تهرب، بس السلسلة سابتها غصب عنها تحت الأنقاض. ليزي وقعت لما مالكن بدأت تنفخ نار، بس الساحرات ما بطلوش خناق. رادو كسر الأرض وهو بيتحول لوحش ضخم وزعق في وش جريجوري. في نفس الوقت أليس حاولت تستخبى، بس توم لقيها وهددها بالسكينة وهو بيطلب الحجر. شرحت له إنها ضيعته وإنها سرقته بس عشان تحميه. ولما واحد من الأتباع لقيهم، توم حدف سكينة في وشه، وده كشف مكانهم لباقي الأعداء. تاسك نط عشان يمنعهم، ودلوقتي هو وتوم بيحاربوا الأتباع بالإيد. توم استخدم عصاية جريجوري، وتاسك استخدم قوته المذهلة. أليس كمان اضطرت تدافع عن نفسها، ومالكن حاولت تستغل الزحمة عشان تهجم عليها، بس ليزي خبطتها وهم في الهواء. تاسك كمل خناق مع الأتباع، بس توم اتعطل مع قائدة سريعة جدا فضلت تجرحه بالسكينة بتاعتها. وقفت حركة عشان تتحول لقطة برية، وده ادى توم وقت كافي انه يلاقي السلسلة. لبس توم السلسلة وفعل قوة عصاية جريجوري، وده ساعده انه يحرق القائدة اللي كانت بتهاجمه في ثواني معدودة. أليس كانت لسه بتجري بعد ما قتلت واحد من الأتباع، بس واجهت قائد تاني. القائد قدر يسيطر عليها بسرعة وكان خلاص هيقتلها، بس توم هجم عليه بالعصاية وحرقه لحد ما مات. في السماء مالكن مسكت ليزي وعضتها في رقبتها وطعنتها بديلها. ليزي ردت الطعنة في ظهر مالكن فورا، والاتنين صرخوا من الألم ووقعوا على الأرض. الساحرات رجعوا لشكلهم البشري، ولما ليزي ترجتها إنها تسيب أليس تعيش، مالكن وصفتها بالخاينة وقتلتها. بعد كده مالكن دخلت المخبأ بتاعها، وجريجوري قال لتوم إنه لازم يعمل كده لوحده. جريجوري دخل جوه وكان مستعد يطعن مالكن، بس هي كانت بتمثل إنها ضعيفة بس عشان تمسكه من رقبته. وقبل ما تقتله، توم ظهر وحدف سكينة قضت عليها للأبد. بعد ما مالكن همست بحاجة عن لعنة، توم ولع فيها النار. بعد فترة جريجوري استخدم العصاية بتاعته عشان يرسم تاتو بالنار على ايد توم، وده اللي بيعلم عليه رسميا كمحارب سحر. أليس جت تشوفه وكانت بتتسائل لو كانت الشرارة اللي حصلت مجرد تراب، فتوم بسها عشان يثبت لها ان حبه حقيقي. بس في النهاية هو اختار حياة محارب السحر ولازم يمشي. جريجوري دلوقتي يقدر يتقاعد وساب العصاية وبيته وتاسك في رعاية توم. وفي اللحظة دي أجراس المدينة رنت عشان تستدعي توم لأول مهمة له. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وكومنت عشان تتابع كل جديد.